انا بطلت اروح الكنيسه عشان كل الناس هناك منافقه. التعليق ده انا بسمعه كتير قوي اليومين دول، بس عايز افكر معاك في حاجه بصوت عالي. في منافقين كتير قوي في الجيم، بس رغم كده احنا لسه بنروح الجيم. في منافقين كتير قوي في كافيهات ومطاعم، بس رغم كده احنا لسه بنروح الاماكن دي. في منافقين كتير في السوبر ماركت، بس احنا لسه بنروح السوبر ماركت باستمرار. فاشمعنى الكنيسه مش هيكون فيها ناس منافقه؟ عايز افكرك ان الكنيسه مليانه ناس غير مثاليه، فيها ناس كتير قوي ممكن ما تبقاش عارفه تحب او بتغلط عادي، وبتحتاج لرب مثالي. مكتوب في عبرانيين: غير تاركين اجتماعنا كما لقوم عاده، بل واعظين بعضنا بعضا، فانه حينما اجتمع 2 أو 3 باسمي فانا اكون في وسطهم. فالكتاب بيورينا ان في قوه لما بنكون مع بعض كجسد المسيح، لما بنتحد مع بعض كجسد ونوبخ بعض ونعاتب بعض ونكبر بعض ونعترف كمان باخطائنا ناحيه بعض. وعشان كده ده السبب الشيطان بيحاول يخليك تبعد عن الكنيسه. لو الشيطان قدر يبعدك عن الكنيسه، يقدر يبعدك عن هدف الله لحياتك، لان الكنيسه هي المكان اللي بتتبني فيه عشان تكون انت الشخص اللي الله بيدعوك تكونه. مجرد ان في بعض الناس منافقين ممكن يكونوا خذلوك، ده ما يخليكش تسيب الكنيسه، لان الله عمره ما هيخذلك ابدا.